الناس اللي فشل منها. الترند اللي قلب الدنيا يا جماعة، والله العظيم تحفة 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 في منتهى الجمال. عملناه اهو وبكل سهولة وبساطة، وبسكوت وقشطة والكريم المكثف المحلى عملناه في البيت كمان، مش هنشتري من بره. يلا بقى نروح على الطريقة وعلى المقادير ونشوف كده العظمة والجمال دوت. فعلا فعلا طعم وشكل وكل حاجة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. عندنا بقى البسكوت السادة، جبنا البسكوت السادة حطيناه في الكبة طحناه بالشكل ده ناعم. تمام، حطيت 3 كوبايات من البسكوت في الطاسة. بقى هنحمر كده او هنشوح او هنحمص او نعمل تحميصة كده للبن البودر لحد ما يبقى لونه ذهبي بالشكل ده. هنضيفه كده على البسكوت، الاتنين مع بعض تقريبا بقوا نفس اللون يعني. بسم الله ما شاء الله. هنقلب كده، ننزل بقى بالقشطة، 3 معالق من القشطة او معلقتين. لو عندك قشطة علب بنحط علبة قشطة، او القشطة بتاعت اللبن العادية خالص عملتي بيها. هننزل بنص كوباية من اللبن المكثف المحلى اللي عملناه في البيت، وحسب العجن هضيف يعني لحد ما تتكون معايا عجينة. لو وصلتي لحد هنا لايك بقى معايا كده، بسم الله ما شاء الله، يعني هتعجبك الوصفة جدا. هنقلب بقى كده لحد ما تتكون العجينة معايا بالظبط كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اتكونت معايا ولمت. ما كنتش متخيلة والله ان هيطلع حلو بالشكل ده، كمان طعمه جميل جدا. جايلك بقى ضيوف، جايلك اولادك، عايزة تعملي حاجة حلوة كده بالليل في الدفا كده مع كوباية شاي، صراحة تحفة. هنعمله بشكل اسطواني كده، هنقطع من العجينة بتاعتنا ونعمل شكل اسطواني كده طويل شوية كبيرة، وهنعملها يعني الحجم ده كويس بالشكل دوت، بقطر حوالي يعني 2 سنتي. هنبتدي ان انا دي تركايه كده بقى من عندي. عملت خروم كده، ومن العجينة عملت حتت صغنطوطة كده بحيث ان هي تبان زي الجذع بالظبط بتاع الخشب او بتاع الشجر بالشكل ده. وهبتدي ان انا خلاص كده هنحطه بقى في التلاجة او نسيبه بره، كده كده الجو شتا، بس يفضل ان هي تكون متماسكة يعني ما تكونش طرية. يعني لو حطيناها في التلاجة مثلا 10 دقايق كده عبال ما نسيح الشوكولاتة، كسرنا بقى الشوكولاتة كده وسيحناها في الميكروويف او في الاير فراير او على حمام بخار مية مع معلقة زيت عشان التلميع. وهنبتدي ندهن بالفرشة السيليكون بالشكل ده. الفرشة بتدي تجزيعة كده، بتدينا نفس شكل جذوع الشجر بالظبط. تمام، نفس شكل الحطب، بتدينا نفس النعكشة دي اللي هي في الخشب بشكلها. بسم الله ما شاء الله. يعني هنبتدي ندهن بالشكل ده واحدة واحدة كده، وهنسيبها لما تنشف لحد ما تجف كده من فوق وتبتدي ان هي تحجر كده الشوكولاتة. هنبتدي ان احنا هنقلبها واحدة واحدة وندهن باقي الجذع بتاعنا. تمام، هخلص كل الكمية بالشكل دوت. هنا بقى فنني بقى، يعني اعملي اي تفانين كده بحيث ان هي تبقى ايه، تعتبر كده زي لوحة فنية. يعني هنمسك كده كل جذع ونبتدي نحط انا حطيت عيدان شوكولاتة او القرنفل او المسمار اللي هو عامل زي المسمار، شكل المسمار فعلا، وهنبتدي ننغص فيه او نحط فيه الجذوع بتاعتنا. طلعت بقى بالشكل القمر ده، شمعة بقى والدفء والجمال، وبسم الله ما شاء الله.